السلام عليكم جميعا، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهارده باذن الله هنعرف ازاي نعدل على الصوت بتاعنا في برنامج دافينشي ونطلع منه احسن نتيجه ممكنه باذن الله. وباختصار ده شكل صوتي قبل وبعد التعديل. ده التسجيل الصوتي اللي هنبدأ نعدل عليه جوه جزئية الفيرلايت في برنامج دافينشي ريزولف. ولو دي أول مرة بتتفرج عليا، أحب أقول لك إن الفيديو ده جزء من سلسلة بنشرح فيها برنامج دافينشي ريزولف للناس اللي حاولت تتعلم البرنامج قبل كده ولكن ما قدرتش تتأقلم معاه، وكمان للناس اللي ما تعرفش أي حاجة خالص عن المونتاج وعايزين يطلعوا نتيجة كويسة من دافينشي ريزولف من غير ما يحتاجوا يخشوا في التفاصيل الكتير اللي موجودة جوه البرنامج واللي غالبا مش هتبقى مفيدة ليهم بشكل كبير. فبلاش كلام أكتر من كده ويلا بينا نبدأ. مبدئيا ده فايل الصوت بتاعي، هبدا اسحبه على التايم لاين بالشكل ده، هحطه في اي مكان، وبعد كده هننتقل لجزئيه الفير لاين. هنلاقي التراك طالع معانا بالشكل ده، طبعا هو صغير جدا فممكن نسحب من هنا كده بحيث ان احنا نكبره. خلينا بقى نعمل زوم من الت والسكرول زي ما احنا متعودين، نبدا نرجع ورا كده موجات الصوت واضحه معانا. خلينا بقى الاول نسمع الصوت عشان نفهم احنا هنعدل على ايه. وبالمناسبه لما تيجي تسجل صوتك يستحسن تسيب 5 أو 6 ثواني صمت كده في الاول بحيث ان النويز تظهر فيهم وتبقى واضحه جدا، عشان ده هيساعدنا جدا واحنا بنشيل النويز بعد كده. طبعا الكام ثانيه بتوع الصمت هيعدوا. ده التسجيل الصوتي اللي هنبدأ نعدل عليه جوه جزئية الفيرلايت في برنامج دافينشي ريزولف. وهنا انا بتكلم بصوت عالي جدا عشان نجرب خاصية الكومبريشن اللي موجودة في الجزئية بتاعة الداينامكس. اتمنى ان الصوت يكون عالي يعني. تمام جدا. مبدئيا قبل ما نبدا نعمل اي حاجه، لو افترضنا ان احنا قسمنا تراك الصوت بالشكل ده، احنا عندنا دلوقتي كذا كليب صوت منفصلين. لو انا عايز احط افكت على واحده فيهم بشكل منفصل، ممكن اعمل ده عن طريق قائمه الافكتس اللي هنا. ببدا اختار الافكت اللي انا عايزه وبحطه عليها. ممكن مثلا اضيف الدي اسر هنا بالشكل ده كده، هلاقيه اتضاف عندي في الناحيه الشمال والناحيه اليمين مع بعض. هقدر اعدل فيه تاني من قائمه الانسبكتور اللي هنا، هبدا احدد ده عشان يظهر معايا، وهخش على الافكتس هلاقيه موجود هنا، واقدر اتحكم بالفريكونسي والاماونت. ولو مش عاجبك التعديل في الحته دي، مجرد بس انك تضغط على العلامه اللي هنا دي هيفتح لك نفس الواجهه اللي كانت فاتحه عندنا قبل كده. ولكن التعديلات اللي هنعملها كلها هتتعمل على التراك الاولاني كله، فيستحسن جدا انك تحدد تراك معين يبقى فيه الصوت بتاعك بس ما فيهوش اي مؤثرات صوتيه او اي حاجه تانية، عشان ده هيوفر عليك كتير جدا قدامه. هتفهم في اخر المقطع ان شاء الله ليه عملنا كده. لو بصينا على الشمال هنا عند الميكسر، لو ما كانش ظاهر معاك، مجرد بس ان انت هتفتحه من هنا هتلاقيه ظاهر معاك عادي. هتلاقي التراك الاولاني ظاهر هنا، وبالتالي التعامل بتاعنا كله هيبقى في العمود اللي هنا ده. تمام. فاول افكت هنضيفه هو النويز ريدكشن، فهنبدا نيجي عند الافكتس ونضغط على علامه البلس اللي هنا دي، وهننزل عند ريستوريشن وهنختار النويز ريدكشن من هنا. وهنا تاتي وظيفه الخمس ثواني اللي كانوا في الاول. هنبدا نرجع المؤشر للاخر هنا، وعشان نسمع النويز قبل ما نعمل اي حاجه خلينا نعلي السلايدر ده للاخر خالص بحيث نوصل لاقصى قيمه للصوت، ونشغل الصوت من هنا. ممكن تعلي السماعه عندك برضو. تمام. طبعا النويز باينه جدا. جميل. خلينا بقى نرجع ورا خالص وهنضغط على زرار ليرن اللي موجود هنا ده. هنلاقي طبعا الموجه اللي كانت ظاهره عندنا هنا اختفت اوتوماتيك، وهنتاكد ان السلايدر بتاعنا راجع للاخر خالص او من اول الحته اللي النويز موجوده فيها، ودي فايده الخمس ثواني اللي في الاول بالمناسبه. وهنبدا نشغل الصوت، وطول ما الصوت شغال البرنامج هيفضل يتعرف على النويز. وقبل ما اتكلم بشويه يعني في الحته دي كده مثلا هقوم جاي موقف السلايدر. فخلينا نشغل الفيديو او الصوت يعني بمعنى اصح. تمام جدا لحد هنا. طبعا مجرد ما وقفنا الصوت هنلاقي زرار الليرن اتطفى اوتوماتيك، هو خلاص كده اتعرف على الصوت. خلينا نرجع بقى ونشغل من الاول تاني. هتلاقي برضو لسه في نويز بسيطه. هنبدا بقى نشغل الفيديو وهنزود جزئيه السنسيتيفيتي شويه، وهنزود جزئيه الدراي والويت شويه. فخلينا نبدا نشغل. ممكن نزود الريشيو كمان، ممكن نتحرك شويه في الدراي اند ويت. هنلاقيها اختفت بشكل كبير. لو عايز بقى تسمع النويز قبل ما تتشال، مجرد بس ان انت هتعلم صح هنا تبدا تشغل، هو كده مشغلك النويز بس. حتى لو جينا هنا كده هنبدا نشغل، هتلاقي النويز اختفت بشكل كبير، ما بيظهرلكش غير الحاجات اللي فيها نويز. خلينا بقى نشيل علامه الصح دي كده. واعتقد لحد هنا احنا عملنا شغل حلو. بس خلينا قبل ما نعمل اي حاجه، احنا محتاجين بس نتاكد ان تاثير النويز ريدكشن ما اثرش على جوده الصوت اللي عندنا. فخلينا نيجي من اول هنا كده مثلا ونطفي النويز ريدكشن ونشغل الفيديو، وفي النص هقوم مشغل النويز ريدكشن ونشوف حصل فرق في الصوت ولا لا. التسجيل الصوتي اللي هنبدأ نعدل عليه جوه جزئية الفيرلايت في برنامج دافينشي ريزولف. اوكي، في تأثير بسيط كده، يعني تحس الصوت اتكتم حبة، فممكن نعدل الويت شوية كده مثلا. الصوتي اللي هنبدأ نعدل عليه جوه جزئية الفيرلايت في برنامج دافينشي ريزولف. اوكي، اعتقد كفايه قوي لحد هنا. خلينا بقى نقفل النويز ريدكشن دلوقتي وندخل على الايفكت اللي بعده، موجود برده في الريستوريشن، وهو الدي اسر، عشان نبدا نخفف الاصوات اللي تردداتها عاليه زي مثلا حرف السين او حرف الصاد او حرف الشين. ايوه، الحروف اللي بتخلي ودنا تصفر دي بالظبط كده. وغالبا وضع الديفولت بيبقى كافي جدا، فغالبا مش هنعدل اي حاجه هنا. خلينا بس نسمع الصوت قبل وبعد. خلينا نركز على الحته اللي فيها حرف السين. ده التسجيل الصوتي اللي هنبدا ده التسجيل الصوتي اللي اوكي، نبدا نطفيه. ده التسجيل الصوتي اللي اوكي، هو عمل تأثير بسيط بس كويس الى حد ما. هو بالنسبه لي كده كافي جدا، بس لو عايز تزوده اكتر من كده ممكن تزود الاماونت اللي هنا، هتلاقي الصوت اتكتم اكتر. نبدا نشغل التسجيل الصوتي اللي هنبدا نعدل عليه جوه جزء
ده التسجيل الصوتي اللي هنبدا. اوكي، هو كتمها بزياده حبتين، فخلينا نرجعه للديفولت ونسيبه زي ما هو. في افكت كمان هنضيفه، بس قبل ما ندخل عليه هنعدل في حاجه اسمها الايكولايزر. خلينا نضغط عليه دبل كليك، هيفتح معانا بالشكل ده. مبدئيا قبل ما نشرح ايه هو الايكولايزر اصلا، احنا اصواتنا عامه بتبقى موجوده في حيز ترددي معين. يعني احنا مثلا اصواتنا بتبقى موجوده من اول هنا لحد هنا مثلا، والاجزاء اللي بتبقى ناحيه الشمال اللي هي البيز بتبقى تردداتها قليله، دي اللي بنقدر نتحكم فيها بعمق الصوت. والجزئيه اللي على اليمين اللي هي التريبل، دي اللي بنقدر نتحكم فيها بمخارج الحروف هتبقى باينه او لا يعني. فاول حاجه هنعملها ان احنا هنخفي البند الرابعه، وهنسيب الثالثه دي كنقطه ارتكاز، وهنتحكم بالبند رقم 2 والبند رقم 5. خلينا بس نرجع السلايدر ده كمكان عشان نسينا نرجعه بقالنا فتره، ونيجي بس على الاداه دي بحيث انه منين لما ابدا تشغيل وارجع اوقف المؤشر يرجع للنقطه دي اوتوماتيك من غير ما اضطر ارجعه كل شويه. فخلينا نسمع الصوت كده الاول. ده التسجيل الصوتي اللي هنبدأ نعدل عليه جوه جزئية الفيرلايت في برنامج دافنشي ريزولف. انا طبعا بقدر اتحكم في النقطه رقم 2 دي، يا اما ان انا امسكها واحركها يمين وشمال وفوق وتحت بالشكل ده، يا اما الحاجه اللي بفضلها اننا نتحكم بالارتفاع بتاعها من حته الجين، ونقدر نحركها يمين وشمال عن طريق جزئيه الفريكونسي. فخلينا نشغل الفيديو، هبدا اعليها واحده واحده معاكم. تمام، ده التسجيل الصوتي اللي هنبدأ نعدل عليه جوه جزئيه الفير. اوكي، لاحظت ان مفيش تاثير قوي بيبان، فهحتاج ان انا ازق ناحيه اليمين شويه، ده عشان بدايه صوتي يمكن لسه في الجزئيه اللي هنا دي، فمحتاجين ان احنا نزود الفريكونسي شويه. خلينا نشغل. ده التسجيل الصوتي اللي هنبدأ نعدل عليه جوه جزئية الفيرلايت في برنامج دافنشي ريزولف. حلو جدا، خلينا نشوف قبل وبعد. ده التسجيل الصوتي اللي هنبدأ نعدل عليه جوه جزئية الفيرلايت في برنامج دافنشي ريزولف. تمام كده، الصوت بقى فيه سنة عمق بسيط. خلينا بقى نبدأ نتحكم في الجين بتاع النقطة الخامسة ونشوف مخارج الحروف ايه اللي هيحصل فيها. ده التسجيل الصوتي اللي هنبدأ نعدل عليه جوه جزئية الفيرلايت في برنامج دافنشي ريزولف. طبعا احنا ما بنزودوش كده، انا بس كنت عايز اوريك الفرق. احنا بنزوده مثلا لحد حاجة زي كده، يا دوب يعني مخارج الحروف تبقى مسموعة. ده التسجيل الصوتي اللي هنبدأ نعدل عليه جوه جزئية الفيرلايت في برنامج دافنشي ريزولف. تمام جدا، بس قبل ما نقفله اعتقد انت لاحظت لما زودنا مخارج الحروف شويه في شويه نويز بدات تبان معانا، ودي اللي هنشيلها في الخطوه اللي جايه. خلينا نقفل بقى الايكولايزر ونضيف افكت كمان. هندخل جوه التشانل ونختار فوكال تشانل. هو فتح لنا حاجه شبه الايكولايزر برضو، ولكن فكرته ان احنا هنشيل شويه ترددات ملهاش لازمه. يعني زي ما قلنا قبل كده في جزئيه الايكولايزر، انا صوتي بيبقى موجود في منطقه في النص هنا، ففي اجزاء على الاطراف هنا وهنا بتبقى عباره عن نويز بس، يعني الترددات بتاعتها دي ما بتبقاش موجوده اصلا في اصواتنا البشريه يعني. فاول حاجه هنبدا نشيلها هي الناحيه الشمال، فهشغل الهاي باس وهقلل الفريكونسي للاخر. هبدا بقى اشغل الفيديو بتاعي، وطول ما الفيديو شغال هبدا ازود في الفريكونسي. اول لما الاقي الصوت بدا يتاكل منه هبدا ارجع ورا شويه، فخلينا نرجعه للاخر ونبدا نشغل. ده التسجيل الصوتي اللي هنبدأ نعدل عليه جوه جزئية الفيرلايت في برنامج دافنشي ريزولف. ده التسجيل الصوتي اللي هنبدأ نعدل عليه جوه جزئية الفيرلايت في برنامج دافنشي ريزولف. ده التسجيل الصوتي اللي هنبدأ نعدل عليه جوه جزئية الفير. اوكي، يعني اعتقد 100 كان كويس بالنسبه لي. خلينا بقى نبدا نشيل المشاكل اللي ناحيه التريبل، وهنبدا نغير الجيم برضو، هننزله تحت شويه بالشكل ده كده، وهزود الفريكونسي للاخر، وهبدا اقللها برضو لحد ما احس انها بدات تاكل من الصوت بتاعي. ساعتها هبدا اوقف وارجع ورا شويه. ده التسجيل الصوتي اللي هنبدا نعدل عليه جوه جزئيه الفيرلايت في برنامج دافنشي ريزولف. ده التسجيل الصوتي اللي هنبدأ نعدل عليه جوه جزئية الفيرلايت في برنامج دافنشي ريزولف. ده التسجيل الصوتي اللي هنبدأ نعدل عليه جوه جزئية الفيرلايت. اوكي تمام جدا، خلينا نشوف قبل وبعد. ده التسجيل الصوتي اللي هنبدأ نعدل عليه جوه جزئية الفيرلايت في برنامج دافنشي ريزولف. اوكي، اعتقد كده كويس جدا. طبعا لو حسيت ان مخارج الحروف اتشال منها شويه ممكن ترجع عادي جدا للايكولايزر وتبدا تعلي فيها لحد ما ترجع للشكل المناسب تاني، والدنيا هتبقى معاك تمام باذن الله. خلينا بس نرجعها كما كانت. جميل جدا، زي ما احنا بقى في الايكولايزر فاضل اخر حاجه هنشيل بيها النويز. خلينا نفعل كده البند الرابعه، وهنيجي من هنا ونتاكد اننا محددين الشكل ده، وهعلي الجين مثلا لحد 6 او خليها مثلا لحد 12، وهبدا ازود الكيو فاكتور شويه بحيث انها تبقى اضيق. ممكن مثلا نثبته على كده. تمام، وهبدا اشغل الصوت بتاعي واحرك الفريكونسي، وهلاقي عند تردد معين في زنه كده موجوده في الصوت او صوت طنين بيبقى مزعج جدا يعني. فاحنا الفكره كلها ان احنا هنوطي صوت الطنين ده بحيث ان هو ما يبانش في الفيديو، بحيث اللي بيسمع الصوت بعد كده ما يحسش ان في حاجه مزعجه. فخلينا نشغل ونبدا نحرك الفريكونسي. ده التسجيل الصوتي اللي هنبدا نعدل عليه جوه جزئيه الفيرلايت في برنامج دافنشي ريزولف. وهنا انا بتكلم بصوت عالي جدا عشان نجرب خاصيه الكومبريشن اللي موجوده في الجزئيه بتاعه الداينامكس. وهنا انا بتكلم بصوت عالي جدا عشان نجرب اوكي، اعتقد كده بانت قوي. خلينا نعلي صوتها بحيث تبان لكم اكتر واكتر. ده التسجيل الصوتي اللي هنبدا نعدل عليه جوه جزئيه الفيرلايت. سامعين انتوا صوت الطنه اللي بيبقى ورا الصوت ده؟ احنا خلاص حددنا المكان بتاعه، مجرد بس ان احنا هنقلل الجين لحد -6 تقريبا. مش عايزين نقللها قوي طبعا عشان ما نغيرش طبيعه الصوت. خلينا بقى نشغل. ده التسجيل الصوتي اللي هنبدا نعدل عليه جوه جزئيه الفيرلايت في برنامج دافنشي ريزولف. حلو جدا، واخر حاجه هنعملها هي جزئيه الداينامكس اللي هنا. هنضغط عليها دبل كليك، وفكرتها ببساطه موجوده في الكيرف ده.
الحته دي بنقدر نتحكم فيها بان لو صوتي عالي عن مستوى معين، لو انا زعقت مثلا او حصل اي حاجه في نص الفيديو، البرنامج اوتوماتيك هيقوم موطي الصوت. ولو سكت او صوتي وطي عن مستوى معين، ممكن مثلا يبقى فيه نويز بتظهر في الخلفيه او حاجه زي كده، فهقدر اخلي البرنامج عن طريق الكيرف ده برده يعرف اول لما صوتي يقل عن مستوى معين يقوم موطي الصوت خالص. وبرده لو انا صوتي اصلا طالع واطي في المايك فنقدر نعليه ونوطيه من هنا. بس قبل ما نشغل الصوت بتاعنا هنتاكد بس اننا مفعلين الاكسباندر بحيث الافكت يشتغل معانا. خليها بقى نشغل كده. التسجيل الصوتي اللي هنبدا نعدل عليه جوه جزئيه الفير لايت في برنامج دافينشي ريزولف. هتلاحظ طبعا ان صوتي عمال يتنطط هنا في الجزئيه دي كده. فاول حاجه هنتحكم بيها هي النقطه اللي لو صوتي وطي عنها، فخلينا الاول نشغل الصوت. التسجيل الصوتي اللي هنبدا نعدل عليه جوه جزئيه الفير لايت في برنامج دافينشي ريزولف. اوكي، انا الصوت بتاعي بيتردد من اول هنا لحد هنا تقريبا، فانا وقفت الثريشولد عند اوله بالظبط. خلينا نشغل تاني ونتاكد. التسجيل الصوتي اللي هنبدا نعدل عليه جوه جزئيه الفير لايت في برنامج دافينشي ريزولف. ممكن كان محتاج يرجع ورا سنه صغير. بعد كده بنبدا نزود الريشيو، فبيبدا الصوت يقل معانا كده. ولو قللنا الرينج هنلاقي مثلا جه عند حته معينه وراح مكمل بنفس الميل بتاعه تاني، فاحنا ممكن نزود الرينج لحد هنا مثلا. خلينا بس نرجع ورا شويه. ده التسجيل الصوتي اللي هنبدا نعدل عليه جوه جزئيه الفير لايت في برنامج دافينشي ريزولف. هتلاحظ طبعا ان قبل ما اتكلم على طول الصوت كان مكتوم تماما، حتى صوت النويز اللي كان باين في الاول هنا كان اختفى. هنبدا بقى نشغل الجزئيه الثانيه اللي هي الكمبريسور، اللي هي لو صوتي عالي عن حته معينه بيبدا البرنامج يوطيها اوتوماتيك. فخلينا نشغل، واخر حته صوتي هيقف عندها هحط عندها الثريشولد. تمام. التسجيل الصوتي اللي هنبدا نعدل عليه جوه جزئيه الفير لايت في برنامج دافينشي ريزولف يعتبر لحد هنا. خلينا بقى نزود الريشيو بحيث ان هو يقلل الصوت كمان شويه حلوين. نيجي بقى عند الجزئيه اللي بزعق فيها. هنا انا بتكلم بصوت عالي جدا عشان نجرب خاصية الكompression اللي موجودة في الجزئية بتاعة الداينامكس. هتلاحظ طبعا ان صوتي معليش عن -5 خالص، يعني حاجة بسيطة قوي يعني. خلينا بقى نشوف قبل وبعد في الحتة اللي انا بزعق فيها. هنا انا بتكلم بصوت عالي جدا عشان نجرب خاصية الكompression اللي موجودة في الجزئية بتاعة الداينامكس. حلو جدا. خلينا بقى نشغل الداينامكس. هنا انا بتكلم بصوت عالي جدا عشان نجرب خاصية الكompression اللي موجودة في اوكي، ممكن نرجع الثريشولد كمان شويه. هنا انا بتكلم بصوت عالي جدا عشان نجرب خاصيه الكompression اللي موجوده في الجزئيه بتاعه الداينامكس. اوكي، اعتقد حل. اخر مره بقى نشغل قبل وبعد. هنا انا بتكلم بصوت عالي جدا عشان نجرب خاصيه الكompression. اوكي، بعد. هنا انا بتكلم بصوت عالي جدا عشان نجرب خاصيه الكompression اللي طبعا لو انت زعقت في اي وقت عزيزي المشاهد البرنامج هيعمل معاك الواجب يعني. واعتقد انت دلوقتي ضميرك مش مرتاح، يعني مش حاسس كده ان احنا عملنا تغيير. ده طبعا عشان قعدنا نعمل مرحله مرحله. فعشان اخلي ضميرك يرتاح خالص خلينا نضغط هنا كليك يمين التراك. ولو الصوت عندك مقسوم لناحيتين، ناحيه يمين وناحيه شمال زي ما هو عندي كده، هتخلي التراك الجديد يبقى ستيريو. ولو هو محطوط عندك في بلوكه واحده يبقى هتختار مونو. فانا هختار ستيريو بالشكل ده. وهنرجع للسهم بتاعنا. عامه لو ظهر عندك اي حاجه زي دي كده، مجرد بس ان انت تضغط في اي حته هتلاقيها اتشالت وارجع للماوس تاني. تمام. التراك الجديد اللي احنا عملناه ده بقى ما فيهوش اي حاجه من التاثيرات اللي احنا ضفناها. خلينا بقى نضغط الت ونعمل نسخه من الاوديو اللي احنا عملناه. نبدا نزق ده قدام شويه ونبدا نشغل الصوت قبل وبعد. خلينا بقى نصغر حجم التراكات شويه. يلا بينا. ده التسجيل الصوتي اللي هنبدا نعدل عليه جوه جزئيه الفير لايت في برنامج دافينشي ريزولف. وهنا انا بتكلم بصوت عالي جدا عشان نجرب خاصيه الكompression اللي موجوده في الجزئيه بتاعه الداينامكس. اتمنى ان الصوت يكون عالي يعني. طبعا هنا مفيش اي نويز تماما. ده التسجيل الصوتي اللي هنبدأ نعدل عليه جوه جزئية الفير لايت في برنامج دافينشي ريزولف. وهنا انا بتكلم بصوت عالي جدا عشان نجرب خاصية الكompression اللي موجودة في الجزئية بتاعة الداينامكس. اتمنى ان الصوت يكون عالي يعني. ممكن تلاحظ ان في شويه نويز بسيطه موجوده ورا الصوت بتاعي وانا بتكلم، فدي ممكن تعدلها لما ترجع للنويز ريدكشن تاني وتبدا تحرك في الاعدادات دي شويه. ولكن الجزئيه اللي عايز اركز عليها اللي هي جزئيه الكلام اللي هنا، فخلينا نقص ده من هنا كده، ونفس الحكايه بالنسبه للي هنا كده. وخلينا نشغل التسجيل الصوتي اللي هنبدا نعدل عليه جوه جزئيه الفير لايت في برنامج دافينشي ريزولف. ده التسجيل الصوتي اللي هنبدأ نعدل عليه جوه جزئية الفير لايت في برنامج دافينشي ريزولف. تمام جدا. احنا دلوقتي ظبطنا الاعدادات بتاعه التراك الاولاني، وطبعا انت متخيل دلوقتي انك كل مره هتدخل عشان تظبط الصوت بتاعك هتقعد تظبط الكلام ده كله من تاني، ولكن ابشرك عزيزي المشاهد ان الكلام ده مش هيحصل. هنبدأ نخش هنا على جزئية الفير لايت ونفتح البريسيتس لايبراري، وهنختار الايكولايزر بريسيتس دي وهنخليها فير لايت كونفيجريشن بريسيت. انا طبعا كنت حافظ واحده قبل كده عشان دي تاني مره اصور الفيديو، عشان الاولاني حصل فيه مشكله للاسف. المهم دلوقتي بقى ممكن نحفظ كل الاعدادات اللي عملناها في الفير لايت كبريسيت، بحيث ان انت بعد كده مجرد لما تختارها كل حاجه تتطبق اوتوماتيك. فهنضغط على سيف نيو، هنقول له كرييت نيو، وهنسميها ماي اوديو
بريسيت وبعد كده اوكي، هنلاقيها اتحفظت معانا هنا. هنبدا نقفل عادي جدا. بعد كده لما تيجي تفتح اي بروجكت جديد او فعليا لما تعمل اي تايم لاين جديد، هتفتح الفير لايت عادي جدا، وهتيجي عند جزئيه الفير لايت اللي فوق، وهتيجي عند بريسيتس لايبراري، وهتتاكد انك مختار فير لايت كونفيجريشن بريسيتس، وهتضغط على البريسيت بتاعتك وهتضغط على ابلاي. خلينا على سبيل المثال نبدا ناخد الداينامكس دي مثلا ونعليها للاخر او نوطيها للاخر. يعني انا عايز ابوظ اي حاجه موجوده هنا بحيث يبان الفرق برضو. يعني خلينا مثلا نعمل ده كده وكده مثلا. جميل. اول ما اخش على الفير لايت بريسيتس لايبراري وهبدا احدد ده واضغط على ابلاي، كل حاجه هترجع زي ما كانت. وبس كده يا شباب نكون وصلنا لنهايه مقطعنا النهارده. اتمنى يكون عجبكم واستفدتم منه. فلو عجبك المقطع ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو ما كنتش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديده اول لما تنزل. واشوفكم على خير الفيديو الجاي. مع السلامه.